فأقول من أعظم ما يفسد مخططات الإخوان ذكر محاسن هذا الوطن، فتقربوا إلى الله، تقربوا إلى الله بهذا، وانشروه في مجالسكم، وعلموا أبناءكم، واذكروا لهم هذه النعم العظيمة، وكيف كان الآباء والأجداد يحدثوننا عن الفقر والجوع والخوف الذي كانوا يعيشونه. انقلوا لهم هذه الصورة، وكيف نحن اليوم نعيش نعما ورغدا في العيش، وأمنا في الأوطان، وصحة في الأبدان، ولله الحمد. هذه كلها نعم، ألا تحتاج أن تشكر؟ بلى والله، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. نحن نذكر هذه النعم من باب الشكر من قام بها. الملك عبد العزيز وحد هذا الوطن حتى أصبحنا نمشي من الشمال إلى الجنوب، ومن الجنوب إلى الغرب وإلى الشرق، لا نخاف إلا الله سبحانه وتعالى. نسافر في أي لحظة من ليل أو نهار، لا نحتاج إلى حماية أو إلى شيء من هذه الاحتياطات كما كان الآباء والأجداد يفعلون. كانوا يجدون معاناة ويجدون مشقة عظيمة في السفر. أحدهم إذا أراد أن يسافر من الرياض إلى مكة ربما يستغرق أسابيع أو أشهر إلى أن يصل، يطلب الأمان من كل قرية يصل إليها إلى القرية التي بعدها. أما اليوم لا تحتاج إلى هذا كله، فقط اركب سيارتك وتوكل على الله. وهذه من النعم التي يجب أيضا أن تنشر وتذكر فتشكر.